جاهزين تشوفوا انا عملت ايه النهارده؟ بس قبل ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده لازم نفضي الرخامة علشان نعرف احنا هنعمل ايه النهارده. لازم الدنيا تبقى رايقة خالص. دخول اجباري. بصوا يا جماعة، البطاية دي حلوة متنضفة ما شاء الله، في حدود 3 كيلو. معايا نصين لحمة، كل نص في كيسة لوحده. يلا اصبروا عشان هنعرف هنعمل ايه مع بعض. معايا 5 حمامات. الحمام ما كانش عاجبني خالص في الحقيقه يا جماعه، ده اوردر من واحده بعتهولي اعمله. يلا استنوا علشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. ولو انتم وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير وتشجيع منكم حلو كده، واصبروا عشان تشوفوا هنعمل ايه مع بعض. الحمام ده ما كانش عاجبني، بس كل واحد بقى ومقدرته، هو صغير شويه، غير ان هو ما كانش نظيف قوي. تمام. ومعايا فرخة هنا، وانا بتبل الفرخة طماطمايه وبصلايه قرن فلفل حامي، شوية فلفل، شوية جوز الطيب، وطبعا صفيت المية وخدت التفل على نص كفتة مع حتتين ليا كده، فرمتهم فرم ناعم، وظبطت الملح بتاعي طبعا. ودي كانت الكفتة، عجنتها كويس. اليوم ده يا جماعة عدى خفيف خفيف، كان يوم حلو قوي ومنجز. ده كان شوية من جوز الطيب. وطبعا عشان الكفتة تبقى حلوة وهشة معانا وما تكشش، حطيت لها حوالي نص معلقة من البيكنج باودر. ويلا بينا ندخل على الحمام. هنا بقى بعد ما عملت له حمام مغربي وروقت عليه على قد ما اقدر. اللي ورا دي هي سمرة تقريبا، الريش بتاعها كان اصفر، في فتحات كده، بس هندري ده كل ده ان شاء الله. هتتفاجئوا بالنتيجة. هنا كنت حشيته، انا بحشي رز. طبعا انضفه كويس، وقلت اقفل الحتت المقطعه دي بالخله. الحمام حجمه صغير، بس في الحقيقه في الاخر مش باين خالص ان هو كان الحجم ده، يعني لو شفتيه مش هتقولي ان هو ده. هنا بقى جبت الصينيه وفرشت الرز، وفي الحقيقه يا ولاد دي كانت صينيه عشا عروسه. حطيت البطايه بعد ما حمرتها التحميره الحلوه دي، انا بحب اديلها لون عن كده كمان. بس هي كانت جايبالي الحاجه الساعه 10 وقالت لي هاخدها الساعه 4، وانا فعلا خلصتها حوالي 4:30. بس بالامانه انا عامله كل حاجه زي ما انتم شايفينها، ما عدا حاجه واحده، الشوي. انا بعت للراجل اللي بيشوي عندنا في الشارع اللي ورايا، بعت له الكفته والفرخه يشويهم، لان كده كنت على ما بولع الفحم طبعا مش بنجز. وهنا الحمام زي ما انتم شايفين شكله كده، كان شكله تحفه. وفي الحقيقه الاتنين اللي انا قفلتهم بالخله فتحهم، فحبيت ان انا احطه على ظهره، ورجعت برضو غيرت الرصه دي تاني. ربنا يهنيها يا رب. الصينية شكلها حلو قوي. الست عذبتني بصراحة، مكلماني من الساعة تقريبا 8 إلا، جابت لي الحاجة الساعة 10، هي من بلد تانية جنبنا. وجيت على ما خدت الحاجة قالت لي خلصيها ل4، ورجعت خدتها الساعة حوالي 6:30 أو 7 تقريبا، كانت بتقول 4 علشان مش عارفة ايه. انا رجعت غيرت الرصة دي يا جماعة. وفي الاخر عملت جناش حلو كده، حطيت كام وردة كده كنت عاملاهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون خفيفة على قلوبكم. وما تنسوش تشجعوني وقولولي بتتابعوني منين، واشوفكم على خير. مع السلامة.